تعالوا بقى نعمل مع بعض كده شوية كفتة زي بتوع الحياتي وأحلى كمان طبعا، بس أوفر. طبعا عارفين الكيلو بره بكام؟ انت بنشتري ليه من بره، واحنا ممكن نعمل أحلى كفتة زي بتاعة الحياتي وجميلة وطعمها حلو، كأنك شاريها من بره بالظبط. بس طبعا نظافة، انت طبعا اللي عاملاها بإيديكي. هجيب بولة، وانا جايبه نص كيلو لحمه عند الجزار، من الرقبه كده. طول عايزه نص كيلو من الرقبه، تمام. وشويه وحته ليا صغيره، فرمالي عليه وشين. طبعا هو ما بيفرمش اكتر من وشين. طبعا احنا لسه هنعملها هنا، هقول لكم هنعمل ايه وايه سر الكفته اللي ما تفكش منك وتبقى حلوه جدا زي اللي بتجيبيها من بره. حطيت هنا معلقتين من بهارات الكفته، وحطيت معلقه بيكنج باودر صغيرة، وملح وفلفل اسود. بس هي دي الحاجات اللي انا بحطها. البيكنج باودر بيديها هشاشة للكفتة، ما تبقاش مكتومة، تبقى مفرغة كده من جوه، تبقاش مكتومة. وجبت بصلتين فرمتهم كويس جدا في الكبة، مش من مبشرة، عايزاهم فرم ناعم. وطبعا حطيت عليهم شوية ملح وصفيتهم بايديا كده، عشان لو صفيتيه بالمصفى برضو هينزل معاكي البصل من المصفى، عشان طبعا فرمينه ناعم، فلازم اصفيه بايديا ومبقاش فيه ميه خالص. وتشيل الميه بتاعت البصل، ممكن تستخدميه تتبيله فراخ، تتبيله بفتيك، تشيليها في الفريزر هتنفعك. انا فرمت طبعا البصل بقى مع اللحمه كده لغايه ما اتسمغت، بقت بالمنظر ده كده. شايفين؟ انا عايزه التسميغه ديت اللي انا بنفرم اللحمه كويس جدا، دي اللي بتخلي الكفته ما تفكش منك وتديكي نتيجه كويسه جدا. جبت كده سبتها شويه في التلاجة وتتريح كده عشان التوابل بتاعتها تدخل فيها كده كلها. وبدات اجيب عصايه من اللي هي بتاعت الشيش طاووق، اتنين على بعض كده، او عندك حاجه تصبيها عليها، اي حاجه. وببتدي ان انا اضغط كده بايديا واصبع الكفته. عايزه تشويها على الخله بتاعت الشيش طاووق او على السياخ في الفرن، انا هعملها هنا على الجريل كده. يعني مستعجله ومش هشغل الفرن، هعملها على الجريل وتبقى حلوه جدا وجميله. هبتدي، انا كنت ناسيه هنا البقدونس، فرمت كده، قطعت كده عودين وبخلطهم مع اللحمه. بتبقى حلوة كده كأني جايباها طبعا من بره، بيبقى فيها خضرة كده وجميلة. ببتدي ان انا بقى اصبع كده. بصوا شايفين انا بصبع كده بايديا على الخلة بتاعت الشيش طاووق. لو الكفتة معايا فيها مية وفيها مواد سايلة، هتفك منك ومش هتثبت على في التصبيع كده زي ما انتوا شايفين على السيخ. طبعا دي النتيجة اللي انتي الكفتة بتاعتك كويسة جدا وهتبقى جميلة ومش هتفك منك. شايفين؟ انا بصبحها كده بايديا زي الراجل كده لما بشوفه كده لما نروح نشتري كفتة جاهزة، بيقعد بقى يصبح بالشكل ده كده. الكفتة تبقى جميلة جدا معاكي ومش هتفك منك خالص. ببتدي بقى اصبع كل الكمية اللي معايا وحطيتها هنا في الجريل. وزي ما انتوا شايفين الكفتة خلاص استوت معايا، شايفين شكلها حلو جدا ومخدتش وقت معايا. هولع بقى حتة فحمية كده وعلى النار لغاية ما نعمل السلطة مع بعض. انا هنا جبت عودين من البقدونس، نعمل السلطة تبقى موجودة عند الحاتي، طعمها تحفة جدا وجميلة. وأقطع معايا خيراية هقطعها، هو بيقطع طبعا السلطة بيقطعها شرايح كبيرة عشان بيبقى بتقعد عنده فترة يوم كامل، فبيقطعها كبيرة علشان ما تحمضش منه ولا تبوظ. فأنا بقطع على يعني كبيرة بس مش قوي زي ما هو بيقطعها. قطعت خيراية وبقعد بقدونس، وكمان معايا آه، فلفل رومي وبصل، ومعايا طبعا قرن فلفل حامي، بس انا مش هحطه عشان عندي البنات مش بيحبوا الشطة. بس طبعا هي مبتبقاش حلوة غير ما بكون السلطة حراقة كده مشطشطة، بتبقى جميلة جدا مع الكفتة. قطعت الفلفل والبصل وهرش كده رشة ملح على البصل ورشة كمون. هدعك كده بقى، يعني افرم كده البصل بايديا بالملح.
وحطيت البصل والطماطم، وحطيت هنا شوية من الكمون وشوية من الملح، وحطيت كمان رشة كده من رشة من البابريكا، وطبعا عصير ليمون وخل ومية ساقعة أو تكون متلجة، ونحطها على السلطة بتاعتنا. هنا بقى الكفتة خلاص جاهزت. حطيت فحمية كده على النار، وتقطع بقى تحطيها في ورق فويل أو في طبق، وتحطي عليها كده معلقة شوية زيت، وتغطي بيها الكفتة. تطلع أحلى كفتة كأنك جايباها من عند معمولة على الفحم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا رب تعجبكم. لسه مكملين لايك وشير للفيديو لو عجبكم.